في جلسة محاكمة دامت لحوالي 15 ساعة، قررت المحكمة الابتدائية في الحسمة صباح اليوم الأربعاء حجز ملف معتقلي حراكن الريف 32 المتابعين في إقليم الحسيمة للتأمل، وسيتم النطق بالحكم النهائي في درجته الابتدائية اليوم الأربعاء بين الساعة 2 زوالا و4 بعد الزوال. وشدد عبد الصادق البشتاوي دفاع المعتقلين على أن جيل المتهمين 32 صرحوا بتعرضهم للتعذيب الجسمي والنفسي أثناء إيقافهم، وأيضا في مخفر الشرطة. وقال البشتاوي اليوم 24 إن معظم المعتقلين والمتابعين لم توجه إليهم أي أسئلة حول التهم المنسوبة إليهم، استثناء ما تعلق بالتدقيق في هويتهم. وأضاف المتحدث ذاته أن المعتقلين المتابعين أمام ابتدائية الحسيمة كلهم وقعوا على المحاضري التي تنسب إليهم التهم تحت الإكراه والتهديد بالاغتصاب والتهديد بنقلهم إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تم ترحيل جيل المعتقلين على خلفية حراكن الريف. وشدد البشتاوي على أن المعتقلين صرحوا أيضا أمام القاضي في جلسة المحاكمة أمس الثلاثاء بأنهم وقعوا على المحاضر تحت التهديد باهتك العرض بإجلاسهم على القرعة، بالإضافة إلى السب والشتم والإهانة. وأفاد المتحدث نفسه أن المعتقلين ذكروا بالاسم من هددهم، وأبرزهم أحد الضباط المسمى عصام حاسب البشتاوي. وأوضح المحامي المذكور أن هذا الضابط له سمعة سيئة بين سكان الحسيمة، وقال إن كل ما صرح به المعتقلون مضمن في المحاضر الرئيسية لكتابة الضبط بالمحكمة. ولفت البشتاوي الانتباه إلى أن دفاع المعتقلين أجمعوا في مرافعاته أمام المحكمة على أن المحاضرة التي تنسب التهم إلى المعتقلين غير شرعية وغير قانونية، لكون التصريحات تم انتزاعها تحت الإكراه والتهديد والسب والشتم، ما لا يمكن أن تنهض كدليل. وختم بالقول إن الدفاع تميس من المحكمة تمتع جميع المعتقلين والمتابعين بالبراءة، بعدما اعتبر أن المحاكمة سياسية فقط وليست قانونية. يذكر أن جلسة الاستماع إلى المتهمين ومرافعات الدفاع بدأت في الساعة 1 من يوم أمس الثلاثاء، وانتهت في حدود الساعة 5:40.